أحد أجمل الملاعب بالمغرب يعد بقابلية كبيرة للتطوير. شكله المثالي وموقعه المميز وناديه المرجعي عوامل تجعل من التفكير في توسيعه مهمة مستعجلة. ما هي مميزاته وما هي عيوبه؟ وكيف سيكون شكله في حالة خضوعه لعملية تأهيل كاملة؟ مدرجات الطابق الثاني، طبيعة السقف المطلوب، وحل مشكلة الشوارع المحاذية انطلاقا من تجربة ملعب كالديرون. زيارة للجنة جامعية قد تعجل بهذه الإصلاحات. كل هذا في فيديو جديد حول الملعب الشرفي لمكناس. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم ومرحبا في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات تغطيتنا لمستجدات وآفاق ووضعية الملاعب المغربية الصغيرة والكبيرة. سنكمل جولتنا عبر ربوع وطننا العزيز للوقوف على حال البنية التحتية الرياضية الخاصة بكرة القدم وسبل تطويرها وتجويدها. واليوم سنحط الرحال بالعاصمة الإسماعيلية، إحدى المدن العريقة التي بصمت تاريخ المغرب، مدينة مكناس، وناديها العريق النادي الرياضي المكناسي، أحد الأندية المرجعية بالمغرب، صاحب لقب كأس العرش ولقب البطولة في 66 و900 وألف و95 و900 وألف على التوالي، وصاحب المشاركات القارية والعربية التي لم تشفع له في تثبيت مكانه بشكل دائم في قسم الأضواء للدوري المغربي. اليوم وبعد سنين طويلة في غياه بقسم الهواة ثم العودة إلى القسم الثاني الاحترافي، ها هو الكوديم العريق يخطو بثبات نحو العودة إلى قسم الأضواء، حيث موقعه الطبيعي بين كبار الكرة المغربية، مما تبرز معه الحاجة إلى الحديث عن معقل هذا النادي وموطن أمجاده، الملعب الشرفي بمكناس. من الصدف الجميلة أن الملعب الشرفي لمكناس تم بناؤه في السنوات الأولى بعد استقلال المغرب، وبالتحديد سنة 1962، وهي نفس السنة التي تأسس فيها النادي الرياضي المكناسي، وكلاهما أي الملعب والنادي يكملان هذه السنة 62 عاما من عمرهما. يتميز الملعب الشرفي بمجموعة من المزايا التي تجعله أحد أجمل الملاعب الصغيرة حاليا بالمغرب، ما يجعله كذلك بامتياز شكل مدرجاته الجميلة رغم طاقتها الاستيعابية المتوسطة، حيث تتسع ل25 ألف متفرج. وهذه الطاقة الاستيعابية المتوسطة والتي ربما لا تتناسب مع صغر حجم الملعب راجعة إلى عدم وجود مقاعد لجلوس الجماهير، مما يضاعف تقريبا من عدد الجماهير التي وفي حالة تركيب المقاعد سيتقلص عددها إلى ما يقارب 18 ألف متفرج تقريبا. قلنا بأن شكل مدرجاته التي تحيط بكامل الملعب بشكل قريب من أرضية الميدان وبتناسق مميز وارتفاع مثالي يجعله يتفوق على جميع الملاعب الصغيرة بالمغرب من حيث بنية المدرجات، إضافة إلى شكل محيطه الداخلي في غياب الحلبة المطاطية وبعدم وجود مساحات فارغة كبيرة تبعد الجماهير عن اللاعبين كما هو الشأن بأغلب ملاعب المغرب الصغيرة والكبيرة. بل وحتى هذه المساحة خلف المرميين اتخذت شكلا منحنيا يوفر الفضاء المطلوب والكافي لرجال الإعلام والمصورين حسب متطلبات الملاعب الحديثة رغم قدم الملعب. من المزايا الجميلة للملعب الشرفي بمكناس وجود هذه المدرجات الإضافية في كامل الجهات الغربية للملعب، والتي تستوعب ما يقارب 8,000 متفرج، حيث يتخذ فيها الجمهور وضعية مثالية تمنحه تجربة مشاهدة وتشجيع مميزة، وتفتح عملية توسيع وتطوير الملعب على آفاق واسعة. من المزايا الجميلة للملعب الشرفي أيضا موقعه الجغرافي، حيث يقع الملعب في قلب مدينة مكناس، حيث تحيط به مرافق إدارية ومراكز تجارية ومساحات خضراء، وهي ميزة مهمة جدا ستساهم في انفتاح الملعب على محيطه من خلال استثمار هذا الموقع في تقديم خدمات ترفيهية وتجارية تدر عوائد إضافية تعينه على تغطية نفقات الصيانة والتدبير. ولعل أهم هذه المزايا وجود جمهور واسع يملأ جنباته خلال مباريات النادي المكناسي، إذ وخلال جميع مباريات النادي هذا الموسم تقريبا غصت جنبات هذا الملعب بالجماهير، واضعة المسؤولين بالمدينة والقائمين من الجهات الوصية على الرياضة بالمغرب أمام راهنية وحتمية تطوير هذا الملعب خلال الفترة المقبلة.
في مقابل هذه المزايا تبرز بعض العيوب التي قد تعيق أي مشروع لتطوير هذا الملعب. أبرزها ضيق المساحات المحيطة به، حيث تحاصره عدد من البنايات والشوارع التي تمر تماما بمحاذاة الحدود الحالية لجسم الملعب، مما سيضع مهمة توسيعه أمام تحد صعب وعسير. عامل آخر قد لا يساعد كثيرا في إمكانية تطوير هذا الملعب، ألا وهو قدم مرافقه وهياكله، إذ أن 62 عاما من عمر الملعب وعدم خضوعه لأشغال تطوير وصيانة عميقة جعلت بنيته وأسواره ومدرجاته الحالية تبدو بهذا الشكل، مما يطرح إمكانية وقابلية الملعب في وضعه الحالي للتطوير والتوسيع، أم أن هذه المهمة صعبة وتتطلب عملية قيصرية تتمثل في هدمه بالكامل وإعادة بنائه من جديد، أو الإبقاء عليه وبناء ملعب جديد يرقى لقيمة مكناس التاريخية والراهنة. إمكانية التطوير الواعدة لملعب مكناس الشرفي تبدأ من خلال بناء مدرجات إضافية حول محيط الملعب الكامل، باستثناء الجهة الغربية التي تحظى بهذا المدرج الجميل المشكل من طابق واحد. غير أنه وبسبب عامل ضيق المساحات في محيط الملعب يمكن بناء المدرجات الإضافية بشكل مختلف عن بنية هذا المدرج، وذلك بإضافة طابق ثان يعلو هذا الطابق الأول بوضعية البروز، مما سيكسب الملعب قرب المدرجات الجديدة من أرضية الميدان وربح مساحة معتبرة حول محيطه، خاصة إذا تم اعتماد تقنية بناء ترتكز فيها المدرجات الجديدة على أعمدة أرضية فقط، ثم ترتفع المدرجات بهذا الشكل دون الحاجة إلى أعمدة إضافية تسند جانبها العلوي، وهو الأمر الذي قد يشكل حلا لمشكلة ضيق المساحات حول الملعب. نقطة مهمة أخرى والتي قد تشكل حلا لقدم هياكل الملعب وهي بناء أساسات هيكل المدرجات الإضافية بشكل منفصل عن أساسات وهيكل المدرجات الحالية، وذلك تفاديا للتأثيرات المحتملة التي قد تنشأ من عملية اتصال المدرجين، خاصة وأن الطابق الثاني العلوي المقترح وإضافة إلى الكتل الخرسانية لمدرجاته والجماهير التي سيتحمل أوزانها سيكون مركز ثقل للسقف الذي قد يحظى به الملعب، وهو الأمر الذي لا يتحمله هيكل الملعب الحالي في حال اتصال الطابقين. بالنسبة لمشكلة الشوارع المحاذية للملعب، فإلى جانب ما تم طرحه بخصوص شكل المدرجات الإضافية ثمة حلول أخرى فعالة ومجربة. من منكم يتذكر هذا الملعب الأسطوري في إسبانيا؟ إنه ملعب فيسنتي كالديرون، المعقل التاريخي السابق لنادي أتلتيكو مدريد. هذا الملعب اشتهر بوجود هذا النفق أسفل مدرجاته، حيث يمر شارع رئيسي مشكل من مسارين كبيرين كحل لضيق المساحات المحيطة بالملعب، وهو الحل ذاته الذي يمكن اعتماده في الملاعب المشابهة، وخاصة ملعب مكناس الشرفي، حيث يمكن اتخاذ هذا المقطع في الزاوية الجنوبية الشرقية الأشد التصاقا بالملعب، اتخاذها نفقا بطول 80 إلى 100 متر تمر تحته العربات وتبنى فوقه مدرجات الطابق الثاني للملعب، وهي الفرضية نفسها الممكنة في الزاوية الشمالية الشرقية. توسيع ملعب مكناس الشرفي يتطلب أيضا وجود سقف مناسب لشكل الملعب، حيث وفي الملاعب المشابهة يتم اعتماد تسقيف يرتكز هيكله على دعامات فولاذية تثبت في جسم الملعب وقد تمتد إلى هيكله الخارجي لتشكل أذرعا للتسقيف والتغليف في آن واحد، ويتم تثبيتها داخليا بحلقة كهذه مع تغطيته بالأقمشة المشمعة أو صفائح الألمنيوم التي سبق تفصيلها في فيديوهات سابقة. إلى جانب بناء المدرجات الجديدة وتسقيف الملعب الشرفي بمكناس، يمكن تطوير أشياء كثيرة أخرى في هذا الملعب. ذكرنا في معرض المزايا موقع هذا الملعب الاستراتيجي والمميز وسط مدينة مكناس، وهي ميزة يمكن استثمارها في انفتاح الملعب على محيطه عبر إحداث مرافق ترفيهية ومتاجر ومقاصف أو قاعة للمؤتمرات ومعرضا أو متحفا رياضيا أو غيرها، مما يمكن أن يجعل من هذا الصرح الرياضي ليس ملعب كرة قدم فحسب، بل فضاء اجتماعيا حيا على مدار أيام السنة، مما سيدر على الملعب إيرادات مهمة وضرورية من أجل الصيانة الدورية والتدبير اليومي. كان هذا بسط سريع لكل ما يتعلق بالملعب الشرفي بمكناس، والذي سيخضع لعملية تأهيل واسعة استعدادا لاستقباله لمباريات النادي المكناسي الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الصعود لقسم الأضواء، وهو ما أكدته الزيارة التفقدية الأخيرة للجنة جامعية، حيث وقفت على أهم الإصلاحات المطلوبة في مرافق الملعب من أجل أن يستجيب لشروط ومعايير دفتر التحملات الخاص بالاحتراف، على أمل أن تكون هذه الخطوة بداية للتفكير الجدي من أجل الالتفات لهذا الصرح الرياضي الذي يعد بإمكانيات مهمة للتطوير.
شاركونا آراءكم حول إمكانيات تطوير الملعب الشرفي لمكناس، وتفضلوا بمشاركة الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس تشجيعا لهذا المحتوى ودعما لنا من أجل الاستمرار. أشكركم على المتابعة والتفاعل والتشجيع. السلام عليكم ورحمة الله.